تعملوه. هعملها مؤامرة. شو هالمؤامرة تبع انه جمهور الشامي لعمر معين؟ شو اللي عمر معين؟ تخبرني انت. يعني انا انسان الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم. اول شي شخصيتي لا تتناسب اني اتخاطب فقط مع الاطفال، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية موسيقتي انتو بتعانوا انه ما بتنفهم لانه تقيلة، بس الاطفال عم يفهموها، بس انتو ما عم تفهموها. معناتها الاطفال اذكى منكن ولا انتو كيفكن؟ طمنوني عنكن. بعدين فجأة بتظهر واحدة يعني هيك جهة إعلامية بتتحشني مع ما بعرف مين بالتقرير اللي بتعمله عني. نطلع بنعمل حفلة بتصير حالة بين الجمهور، بيتم التسويق لها على مدى شهر ونص بطريقة مستفزة وسلبية جدا. فهلا عندي 3-4 أسئلة أنا كتير مهمين. أول شي مين طلعني؟ قرروا لنعترف خي، قرروا لنعترف أنا مين طلعني؟ الفنان الفلاني ولا الشركة الفلانية ولا الإعلامي الفلاني ولا مين أنا طلعني خي؟ فهمونا. وإنه وقت بدكم تنطروا حدا يقيم الشامي، يكون على أساس أو بالأصل يرتقي فكريا كمرتبة أولى، ثم فنيا إلى الشامي. مش من منطلق غرور أنا عم بحكي، لا وحياة أمي حاشا لله من كبرة النفس. عم بحكي من منطلق إنه في أمر مبالغ فيه وكب حرام. يعني بيطلع أفلام يقول لك عم بيقلدني. لأن أنت مين عم بيقلدك؟ أنت شو برو؟ أنا جاي من تركيا، أنت وين كنت لما أنا كنت 6-7 سنين ببيتي عم بخلق هاللون وهالنمط الموسيقي لأجي أطرحه بالعالم العربي؟ أنا ما كنت بعرف عنك، أنا كنت بسمع مثلا ابراهيم طاطلسس، كنت بغير محل. ما ناطر انت شو بتلبس او ما ناطر ان حدا شو بيلبس. شو قصدي؟ انا مش مهتم بحدا، لهيك انا ما برد ما بحكي بهالامور. يعني انا كل يوم بتنزل بمعدل من 2 كل يوم 3 مقابلات بتحكي عن الشام. انا ما برد على حدا. وبده يطلع الكاتب الفلاني يتفلسف على انه هو الكاتب الخارق الحارق المتفجر، لا يلي هو